احلى فطار بقى، فطار يوم الجمعة. تجيب عجينة طعمية وتقليها او انت اللي تعمليها، شوية فول بالبطاطس بالبصل والطماطم والفلفل، وفي اخر اليوم كده تحلي احلى جلاش بالكريم كراميل. تعملي كده صينية جلاش هتشوفها في اخر الفيديو، سهلة جدا تعمليها. وتحط عليها، تجيبي كيس كريم كراميل، عندك نص كيلو لبن، عندك كيلو الا ربع لبن، الحبة اللي عندك هنعمل بيهم احلى كريم كراميل. قطعة كده تشوفيها تاكليها زي قطعة الجاتو بالظبط، جلاش وجواه الكريم كراميل، تحفة. اصلا طعم الكريم كراميل لوحده ايه، جميل. جواها كده بس طبقة عاملة زي المهلبية كده، بس هي كريم كراميل جميلة. هتشوفها في اخر الفيديو هتعمليها ازاي. اول حاجة بقى جبت الطاسة، حطيت فيها بصلاية بشوحها، بصلاية كده شوحتها للفول. وانا كنت بقلي الطعمية كده العجينة، بس بصراحة انا حطيت عليها شوية مية وعملتها بالمضرب، فكت مني شوية، بس هنتصرف يعني مش مشكلة. هنتصرف. كنت بحط شويه وارجع للفول شويه، كنت بقى بعملها من الميه، بصفيها شويه من الميه. البصل اتشوح بس شويه، نزلت عليه بطماطميه واحده وقرن فلفل واحد برضو، اقلبهم كده مع بعضهم. ونرجع برضو للطعميه تاني، اقلب شويه. كانت رماس واقفه معايا وبالتالي الاتنين عايزين يقولوا طعميه، معرفش ازاي الاتنين عايزين يعملوا في الطاسه. المهم برضو الاتنين كل واحده عملت لها وحدتين كده عشان خاطر ما يزعلوش. قلبي برضو الفول كده، انا لسه ما حطيتش عليه الفول، لسه هحط عليه الفول. كانت هي دي كانت الرماس اللي بتقلب الطعميه دي، وورانا ريتال عايزه تعمل برضو، وهكذا. والله احلى فطار ده يوم الجمعه. هو كنا ساعه ما كانش فطار قوي يعني، هو كان بعد صلاه الجمعه. ما بصحاش بدري صراحه، اول يومين دول مكه بتنامش غير متاخر، يعني بتصلي الفجر برضه بتلاقي الساعه بقت 6. ولو في مدرسه بقى ما بلحقش انام، يا دوبك اصلي الفجر الاقي الساعه بقت 6، اصحي رجال للمدرسه، عبال ما انام تبقى الساعه بقت 7، فعبال ما اقوم بتبقى الظهر. خلاص بنبقى بقينا الظهر. فده برضو كان ايه ساعة الصلاة كده، ده كان الفطار ده كان ساعة الصلاة. فقلنا نفطر كده، احنا بنتغدى يوم الجمعة متأخر. يعتبر كل الايام يعني، يعتبر كل الايام بنتغدى متاخر شويه. هرست الفول كده شويه صغيرين مش قوي، لان في بيحبوه مهروس وفي بيحبوه مضروب قوي، فانا بعمله بين البنين، يعني وسط كده بالشوكه بس كده. اما بيسخن معاكي بتهرسيه كده، بتهرس معاكي. والطعميه كده حاولي تطلعها في مصفى عشان تنام مقرمشه معاكي، ما تطراش. طلعت الطعميه كده براحه، دول كان اخر حبه اللي في الطاسه، انا دول ماسكه من بتطلعهم. الفول كده بيتهيألي كنت انا طفيت عليه خلاص، حطيت له ملح وكمون بس، وليمون، وشويه زيت في الاول. لو عندك طحينه بحط عليه في الاخر معلقه طحينه كده، انا ما كانش عندي. انا كنت بخرط ده نص قرن فلفل يعتبر، على اعمله على طماطمتين كده، اعمل لهم جبنه على طماطم. طبق برضو صغير كده مع الفطار، هما بيحبوها كده كده. اتخرطت طماطم واتخرطت خيار وكده، حطيه طبق على بعضه، هو ده اللي بيتاكل، عشان حرام بدل ما نخرط طماطم ونرميها خساره، حرام. بس كده خرطت طماطمتين، هما كانوا طماطمتين اتنين بس كده صغيرين، ونص قرن الفلفل خدته، ونص الباقي هناك اهو. وهاخد لهم حته بحط حته اسطنبولي وحته من العلبه عشان ما تبقاش حادقه قوي عليهم، حته وحته بس كده. بعدين ماسكه جابت الطبق بتاع الطعميه، بيحبوها بقى وهي مقليه كده سخنه، بدل ما تجيبيها لو ركنتيها جايباها جاهزه ما بتركنيها على بال ما تخلصي الفطار بتكون بردت ما بتتاكلش، وبتطرى بقى ما بتتاكلش. بس كده طبق صغير كده جبنه على طماطم، شويه زيت والطعميه وطبق الفول. وانا كنت بحط لهم جبنه، حته جبنه اسطنبول وحته من العلبه برضه، عشان في بيحب كده، وريتال ما بتحبش الجبنه الحادقه، بتحب العلب ده عشان بتبقى طريه شويه. وانا كنت احط لهم ايه، كنت خرط لهم خيار وفلفل، بقيت قرن الفلفل اللي انا كنت واخداه للطماطم، بيحبوا برضو ياكلوه كده. وخيارية واحدة برضو اهي. هي الحاجات الخضار دي صراحة حلوة يعني على الفطار، هي اللي بتاكل يعني. هو الاكل ده صراحة هو اللي بياكل. حتى جينا ساعة الغدا ما حدش اتغدى قوي، والله حطيت الاكل يعتبر زي ما حطيته، ما اتاكلش ربعه يعني. واكلين كانوا واكلين بعد الظهر، قبل ما حطيت الغدا كان المغرب، ما كانوش قوي. دول كانوا شريحتين جبنه رومي كده باقيين من المدرسه، وشريحتين لانشون دولت اللي كانوا باقيين، حطيتهم لهم برضو مع الفطار. وهنا كنت هحط طبق الفول بقى. بس والله فطار جميل، اصلا كان ينفع غدا، كنا اتغدينا بيه وخلاص. ما عملتش غدا النهارده، عملت كشري عدس اصفر، وسلقت بيض وقريت بطاطس و... وعملت ملوخيه مخلل. عملت حاجات من دي يعني، ما عملتش غدا قد كده. وكان باقي حته فراخ من امبارح سخنتها لهم برضو، رايك في الفطار ده.
اه دول بقى كانوا قالت لها اشمعنى انا. قالت لها اشمعنى ان انت اللي بتتصوري، بس تعالي صوريني انا كمان معاك. قلت لها خلاص روحي اعملي الركنه معاها. كانت كبرتات برضو، ما كانوا قاعدين بالليل وكده، ما حدش نام هنا يعتبر بالليل لان ما كانش في مدرسه طبعا. ما يعني ما جاتش من المدرسه بقى ريتال نامت ولا حاجه. كانوا بس قاعدين كده بالليل، ده مكان قعدتهم بس. هيعدلوا الدنيا كده، هما كانوا بيعدلوها، انا كنت معاهم برضو. لان كان ده بعد الفطار، بعد ما فطروا قالوا ماما هنعمل ده وصورينا. صوروها بقى، عملوها برضو وصورتهم، كنت انا واقفه بقى معاهم ورا كده ظبطوها. بس والله ما كنت واخده بالي بيعملوا ايه من معاهم يعني، كنت قاعده ببص بشوفهم بيعملوا ايه وخلاص. ظبطوا كده الركنه. اختك فين يا رماس؟ بره. هاتها بالراحه. اظبطوا كده يمين وشمال وبتاع، ما عدلوش الستاره، ما جاش في خيالهم، نسيوه. ظبطوا بقى الدنيا كده، قهوه الترابيزه. رماس وريتال بقى مبسوطه عشان هي تتصور، بتقول لها انت اللي بتتصوري كل يوم، انا ما بتصورش، اعملي اللي معاكي. بس الصراحه هي ريتال ما بترضاش تعمل لي حاجه صراحه، بتغلبني على ما تعمل حاجه. هي بس اتشجعت بس عشان هتتصوري، ما بترضاش. مثلا اللي بتعمل معايا ريتال ما بترضاش تعمل حاجه خالص خالص نهائي يعني، ما بتعمل حاجه بتذلنا ان هي بتعمل لنا الحاجه. ولو عجبكم انا رماس، ولو عجبكم ترويق وقولولي. انت يا رماس اللي بتعملي كل يوم، هي ريتال احنا بنشجعها عشان ايه؟ تتصور عشان تعمل يعني. بتحط المشاية على الركنة من فوق عشان تنزل عليها تراب. هتلمي بقى اهي. برافو عليك يا ريتال، كده بقى شاطرك خلاص. كل يوم انا هصورها عشان تقوم وتعمل معاك، عشان تقوم وتعمل. هنشوف بقى برضو عملوا الأوضة اللي جوه دي ما كانش فيها حاجة برضو. ده دولابهم هما، يحطوا في حاجاتهم هما الشتوي وكده. اه ده مكان كانوا بيذاكروا برضو قبل بعد الصلاة كده، كانوا بيذاكروا عبال ما انا كنت عملت لهم الفطار. دخلوا معايا 5 كده وطلعوا كده، عشان وراهم بقى السبت بقى وراهم دروس، مفيش مدرسة بس بقى وراهم دروس كتير الصبح. فكانوا بيخلصوا نفسهم بقى، بيخلصوا. لسه برضو هنكمل بالليل، المذاكرة دي ما بتخلصش. في بقى محافظات بتروح السبت، وفي لا احنا ما بنروحش السبت، احنا اولنا لحد. بس الصراحة بيبقى عندهم يوم السبت ده بيبقى عندهم دروس كتير يعني. الماس بيبقى عندها 4 دروس، وريتال بيبقى عندها 3 دروس، بيبقى كتير يعني، بيبقى مشحون برضو. كأننا بنتعاقب يعني، ما عندناش مدرسة، طب يلا خدوا دروس بقى. مش عارفة الماس ريتال بتعمل ايه في النيش عمالة تطول كده وتشب كده لفوق، بتمسحه بقى ما شاء الله. اللي بتاع دي عاملينها امبارح اساسا، وكانوا شايلين السجاده دي امبارح ومسيقين تحتها وكل حاجه. بس ده بقى كان مكان قعدتهم بس. كانوا قاعدين بالليل، انا عمال اقول برضه هي اتوسخت بسرعه من المذاكره. كانوا قاعدين بالليل بيرسموا، كانوا جايبين كراريس الرسم وقاعدين بيرسموا. فكان بقى ورق وحاجات، وسابوا الحاجات دي، قمنا طلعنا ما لموش حاجه. قالوا خلاص يا ماما لما نقوم بكره هنعملها. ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، كانت ممسوحه ما فيهاش اي حاجه، نظيفه يعني. اي جميله. ما مسحتوش بقى انتوا ولا مسح النهارده؟ مم. ما مسحتوش بقى، بكره بقى كده كان بيتخلص اللي بقيتها. عملتوا زي ما قلت لكم ولا لا؟ خليتوا العيال يعملوا معاكم ولا قلتوا لا بيذاكروا مش فاضيين نخلص نفسنا؟ طبعا دي مكه اللي رايحه جايه، بنخلص نفسنا ولا مش فاضيين؟ كانت جايبه ايس كريم، الماس كانت جايه تديني. انا بقى كانوا بعدوا الاوضه، ما كانش حد نايم فيها ولا حاجه، ما كانش فيها حاجه. الماس كان سريرها نضيف، وريتال كنت منيمه بس عليه مكه. كانت نامت شويه الظهر كده ساعه الصلاه ونيمتها بس عليه، ما كانش يعني حد نام عليه النهارده ولا حاجه. دخلوا بس يظبطوها كده. هي بقت جميله، ما فيهاش اي حاجه. هما كانت عاملاها رماس امبارح معاكم، ما فيهاش حاجه، بس عضلها بس اهي بتورينا بقى اللي هي عملته. ودي الركنه، ظبطوا الدنيا، شاطرين، برافو عليكم. ده كده بقى كنا على بالليل كده. كان بقى شويه هدوم كانوا متطبقه، كنت عايزه اطبقهم، طبقتهم. ما واحنا كلنا كده، كلكم كده يا ولاد برضو. الغسيل بيتطبق، غسيل مال السبب بتاع الغسيل. غسيل منشور عايز يتجاب من على الحبل. كل الدنيا كل يوم كده، كل يوم يا اما بتغسلي يا اما بتطبقي يا اما بتنشري. كل يوم كده الهدوم. وكانوا قاعدين بيكملوا المذاكره بتاعتهم زي انجليزي ودراسات وما اعرفش ايه، وش كده ملوش اخر. التقييمات بتاعت الاسبوع ده اساسا عملت الدنيا قوي، زحمت الدنيا قوي يعني. يعني الناس بتقول المدرس يعني هم عندهم حصتين دراسات في الاسبوع، بيدوهم حصه والحصه التانية امتحان تقييم.
اللي هو الاسبوع تقييم الاسبوع الاول الاسبوع التاني وهكذا، يعني بياخدوا في الاسبوع حاجه وحصه واحده، حصه علوم حصه دراسات حصه. طب ما مش هيلحقوا، بيلحقوا ياخدوا ايه بقى؟ بيلحقوش ياخدوا حاجه، حصه وحصه. وبيبقى عليهم بقى اخر الاسبوع امتحانات، الاتنين بتبقى متكركبه بقى علينا كده. كانت رماس واقفه بتجيب لي شماعه بنعلق يعني الحاجه اللي بتعلق ايه الحاجه اللي بتعلق. السود ده بتاعي كنت بيه بره من يومين، كنت غسله بقى بعلمه بعلقه. تعالي يا ريتال، جبت ايه؟ شيبسي. انا مش باكل معاكم شيبسي عادي كده بقى. عماله اطبق، هم عمالين يذاكروا حواليا، ومكة كنت نايمتها شويه، بس هي تنام الصراحه 5 دقايق وتقوم تاني، ما بتلحقش تنام اساسا. 5 دقايق وظهرت تلاقوها معاكم دلوقتي في الفيديو باين، هتجيلكوا دلوقتي. برضه ما كانش كتير يعني، انا ما بحبش اكتر عشان انا بزهق صراحه من بتبقى كتير كده. لما بحط دور مره على مره في التطبيق بتبقى كتير قوي. هم لسه ملمومين من شويه، ما تطبقهم اول باول وتشيلي خلاص، بتخلصي منهم، بتبقى الدنيا بتروق. طول ما في هدوم عايزه تطبق او كده بتبقى الدنيا بتحس الدنيا مكركبه زيها زي المواعين بالظبط. اول ما يبقى في مواعين في المطبخ لو ما خلصتش بتبقى الدنيا مكركبه موت. اما تخلصي المواعين اللي في المطبخ الدنيا بتخلص. بعد كده خلاص هما ما بقاش غير اللي قدامي دول. زي ما بقولك اصلا ما كانش فيه كتير، خلصتهم هنا بقى. كانت تقريبا مكة صحيت، عمال يقول لي مكة ولا مش مكة، لسه بيسمعوا لنفسهم بيقولوا لي دي مكة ولا مش مكة. هتقول بس برضه تشوفها دلوقتي وهتجيبها لي. خلصت ده كان الجلاش بقى. انا مش عارفه المقطع اللي كان قبل ده راح فين معاكم. انا بكشكش الجلاش بس كده واحطه في الصينيه واحط فيه واحط عليه شويه سمنه وادخله الفرن. ده كان لتر الا ربع لبن، عليه كيس كريم كراميل واحد، بتحط البودره بس، وعليه معلقتين نشا ومعلقتين سكر. معلقتين 2 نشا ومعلقتين سكر. كل ده على البارد. انا احط السكر مش فاكر هنا ولا على النار، كنت تقريبا نسيته ورجعت حطيته او حاجه. هتحط ده حطيتها على النار، كنت انا حطيت الجلاش بقى بياخد لون كده، وتطلعي تسقيه بالكريم كراميل كده. اول ما يبرد معاكي بتقطعيه، بتبقى قطعه جاتوه تحفه. جربها كده، تبقى اسهل كريم كراميل هتجربيه. بس كده بعد ما تبرد بقى شويه يعني انا حطيت عليه البتاع ده ودخلتها الفرن 3 دقايق بالظبط. بس كده.